ازيكم اجمل اصدقاء؟ هنعمل مع بعض بقى النهارده السبانخ، اللي هي الاكله الشتويه الجميله المليانه بالحديد، وهنتعلم ازاي نظبطها ونوضبها علشان نخزنها في الفريزر عندنا، تبقى موجوده عندنا في اي وقت، ممكن نستخدمها برضو في الصيف. هقول لكم كمان على طريقه سهله وبسيطه علشان نقطعها. انا عارفه ان هي بتربك بقى المطبخ في التقطيع، بس هقول لكم على طريقه. اول حاجه طبعا بغسلها كويس، ببتدي اجيب طبق كبير والقطاعة بتاعة الخضار اللي انا بقطع عليها الخضار، هبتدي اقطعها قطع كده زي ما انتوا شايفين، باخد شوية بشوية كده وببتدي اقطعها بالسكينة. قطع ما تبقاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي، لان طبعا الخضار بيبقى مليان فيتامينز، فالتقطيع رفيع قوي ممكن بيضيع الفيتامينز اللي بتبقى موجودة في الخضار. هقطعها كده بالشكل ده كل الكمية، او على بال ما الطبق يتملى كله. وببتدي بقى اجهز عندي الاكياس التلاجة اللي هبتدي اشيلها فيها. انا كنت جايبة حوالي كيلو ونص، طبعا انتوا لو حابين تعملوا كمية كبيرة زي ما انتوا عايزين، بس ممكن نسهل على بعض كل فترة كده، نبتدي نجيب شوية ونخزنها طول الشتاء لغاية الصيف. بملى بقى الاكياس دي على الاخر، زي كيس اللبن كده، وببتدي احطها في الفريزر زي ما هي، مش بعمل لها حمام بخار ولا اي حاجة. بتتحط في الفريزر واطلعها بقى في اي وقت. يعني انا مثلا عملت منها اكلة لذيذة خالص، عملت سبانخ باللحمة المفرومة، كانت جميلة جدا. معلقة من الزبدة، بصلاية متوسطة، حوالي ربع كيلو او 300 جرام من اللحمة. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي جميلة وقضت العيلة بحالها، رغم انها هي ربع كيلو لحمة بس قضت العيلة بحالها. بحط بقى ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. حطيت كمان ربطة من الكزبرة الخضراء، ممكن ربطة متوسطة، بلاش نكتر كزبرة قوي، يعني ربطة متوسطة كده. بقطعها قطع صغيرة، وبعدين كمان طماطمتين متقطعين، وبعدين معلقتين من الصلصة. وممكن نحط برضو مرقة خضار، دي برضو اختياري زي ما انتوا تحبوا. بزود بقى المية حوالي 3 كوبايات من المية، واسيبها تغلي. ببتدي عندكم السبانخ اهي بعد ما اتجمدت، اول ما بحطها على طول بتروح بتسيح على طول وبتستوي، ما بتاخدش، بسيبها بقى ربع ساعة بالظبط تكون استوت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير وسبسكرايب. باي باي.